السلام عليكم ورحمة الله. استوقفني اليوم موضوع نشر، وهو حول أكثر 10 شعوب في العالم سمنة. الكويت أخذ المركز الأول بجدارة. قبل أن أتحدث معكم بتفصيل عن هذا الموضوع، وددت أن أستشعر وأستذكر معكم نعم رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك أناس يموتون من الجوع، وهناك أناس يعالجون السمنة. لحكمة يعلمها رب العالمين، تجد أن هناك تفاوت كبير بين البيوت. فهناك من تسأل أولادها ماذا تريدون أن تتعشوا، فالخيارات كثيرة ومتوفرة. وهناك من تقول لأولادها تعالوا حان وقت العشاء، أو اللي موجود عشاء والحمد لله وانتهينا. ثم بيوتات أخرى تجدهم يسألون يتساءلون، الأولاد يسألون الأم هل سنتعشى اليوم أو في عشاء اليوم؟ قد لا يكون هذا السؤال المؤلم متواجدا بكثرة في دول الخليج، ولكنه موجود، ويبقى أنه منتشر بكثرة عند اللاجئين السوريين والبورميين. المسلمون منذ بداية الدعوة وحتى فتح خيبر كانت السمة الغالبة عليهم هو شظف العيش والفقر والجوع. كان منهم الفقير والغني، ولكن هذا كان الغالب. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وقد ربط على بطنه حجرين من الجوع، فوجد أبو بكر الصديق وقد ربط على بطنه حجرا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال والله ما أخرجني من الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي أخرجني. ثم سارا فوجد عمر رضي الله عنه فسأله فقال لهم والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أخرجهم الجوع. فرآهم أحد الصحابة رضي الله عنهم فأولم لهم، وبعد أن انتهوا من الوليمة ردد النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر هذا هو النعيم. النعيم يا أخوان وصف النبي عليه الصلاة والسلام بوجبه. اسمحوا لي على ما قدمت من استطراد، لكن تعرفون في الكويت كم مطعم موجود؟ في الكويت في 110,000 مطعم، يعني لكل 10 مواطنين في مطعم. وهذه كارثة بكل المقاييس، فأغلب الشباب لا يكادون يتعشون في بيوتهم، مباشرة يطلبون من المطاعم مع مخاطر هذه الوجبات السريعة. فأصبحنا للأسف أمام جيل بين قوسين منتفخ، جيل مفرط السمنة، جيل أقرب للبلادة، فلا يكادون يمارسون أي نشاط رياضي، بالكاد يمارسون لعبة السوني وهو قاعد وهو جالس لو سمحت واحد تشيكن برجر وواحد ما أدري شنو. وللأسف هذه الوجبات يعني عدم المؤاخذة تملأ الجسم دون فائدة. أغلبهم تجد فيه أنيميا أو فقر دم بسبب أن هذه الوجبات غير صحية وغير مغذية، بل لها مخاطر خطيرة جدا من رفع نسب الكوليسترول والسمنة المفرطة التي لها أمراض ومضاعفات. وهذه حالة منتشرة انتشار مرعب في كل المجتمع الكويتي تقريبا، حتى عندنا في الديوان في قسم مخصص للشباب يوميا يطلبون من هذه الوجبات. وعندما كنت أتردد عليهم أجدهم أمام هذه الوجبات السريعة وأمام لعبة السوني أو الإلكترونيات دون حراك. فأسألهم ألا تلعبون كرة قدم؟ ألا تمارسون أي رياضة؟ ما تلعبون مقصي؟ ما تلعبون عنبر؟ وهذه ألعاب يعرفها من هم في جيلي وأكبر مني. يقولون لا. فعمدت لتهيئة ملعب خلف الديوانية ووضعت فيه القوائم والكشافات، ومع ذلك لم يتحرك منهم أحد. ومحاولة مني لتحريك هذه الأوزان الثقيلة حاولت أن أغريهم بأن ألعب معهم، وبالفعل لعبنا معهم لمدة أسبوعين 3، ثم لما امتنعوا. نحن أمام ثقافة عامة سيئة للغاية، تعتمد في يومها على عدم بذل أي نشاط رياضي وعلى وجبة أو 2 من الوجبات السريعة. تذكروا حديث الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد قيل العقل السليم في الجسم السليم. وبالمناسبة الكأس الذي تشاهدونه خلفي كان نتيجة مباراة أقمناها نحن في مجلس الأمة أمام الحكومة، وقد فزنا فيها على الحكومة وسجلت فيها هدفين. وأسأل الله ألا يكشف مرماي للحكومة ويجعلها تسجل عليها أهداف، والله من وراء القصد. جزاكم الله خير.